يسعد كل أوقاتكم يا صبايا، وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. ورجعت لكم بفيديو جديد. معكم أنا فاتنة. وقبل السلام والكلام بدي أبعت تحية خاصة لأهلنا السعودية، لأنه طالبة منكم فزعة ونداء، فإذا وصلكم هذا الفيديو يا ريت تكملوا الفيديو لتعرفوا شو هو طلبي. اليوم الفيديو أني أنا حابة أروح زور أختي بغير مدينة، فأنا رايحة على غير منطقة اسمها يمكن جلاسكو، ما بعرف. فالمهم هي بتبعد شي ساعة ونص للساعتين، فرح أخد كم غرض وروح أنا وولادي وأهلي نقضي عند أختي كم يوم. فهيك حبيت إني شارك معكم وصور الفيديوهات، لأنه كلها مثل ما سبق وذكرت رح تبقى ذكرى. فخليكن معنا من التجهيزات لحد ما أوصل. فرح كمل فنجان قهوتي وبلش ضب الأغراض، لأنه ما معنا كتير وقت. هلأ الساعة تقريبا شي 11 ونص، أنا 1:30 لازم أمشي من هون، فدوبني ضبضب وضب الأغراض وهذا، جهز ونلبس وفطرهم للولاد ونمشي. فما في كتير وقت، خلوكن معنا. شو بدك؟ عندنا نروح أمبارح. لا، بدنا نروح. يلا مشي تتحمل عشان تلبس ونروح. اوكي وسيم؟ اوكي يلا. وهلا رح بلش ضب الاغراض يلي رح اخذهم معي لعند اختي. انا ما كترت كتير اغراض، يعني كل واحد هيك بدلين صيفيات وبدل سميك منشان اذا صار برد او شي. حتى السفرة ما كتير يعني بعيدة أو طويلة، بس إن الواحد ما بيعرف شو بيصير معه، تعرفوا أولاد صغار. وهدول الهدايا يلي رح آخذهم، يمكن سبق وفرجيتكم ياهن بفيديو سابق، يعني مو أكتر من هيك. هذا كل شي أخدته. في هدول الأدوية رح آخذهم معي، بخاف شي ولد يمرض على غفلة، مسكن، وهدول مشان مي وملح للإنف، بخاف شي ولد يمرض على غفلة أو شي. وهون قرب مكان، يعني ما بعرف بجوز يمرضوا بالليل، فبحب إني أمن حالي مسبقا. وهي الشنطة صارت جاهزة، يعني صغيرة مانا كبيرة. وسيمو بدك تروح؟ هلا بقى بدي لبس الولاد، خليلي العصفور السوس، أنا بدي لبس الولاد مشان نمشي. قبل ما نمشي فطرنا الولاد، وهلا رح نغسل هيك هالكم صحن وبعدين نلبس الولاد. يعني عملنا هيك فطور سريع، ما تقلنا. يلا ماما امشوا ألبسكن. قرب هيك ماما عشان امشط لك شعرك. يلا تايم تعال يا عين، روح روح البس بوطك وجاكيتك. هات انا بمشط لك. يلا زبط ثيابك والبس جاكيتك وبوطك. يلا تعال وسيم. يا عين على هالشعرات الحلوين. سوري. اوكي سوري، ها شوي شوي. خلص يلا جيب جاكيتك وبوطك. وهلا رايحين للسيارة. جايين.
رايحين هلأ بالسيارة لمحطة الباص مشان نروح على مدينة تانية. يلا مشوا ماما. بابي بيوتيفول. يلا عاد هون انطر ماما تجي. يوسف بدك تروح مشوار؟ ماما لا وسيم. خلص يلا هلا رايحين لمحطة الباص. وهي وصلنا لمحل ما بدنا نستنى الباص حتى نطلع فيه. وهون نحن صرنا بقلب الباص بعد ما استنيناه، يعني تأخر عن موعده. ولما عم صور هاللقطة كان ماشي يعني منيح فينا، بس والله الشي الغريب انه كان كتير زحمة، مع انه ما طلعنا بوقت الزحمة، بس يعني بدل ما ياكل معنا الطريق من ساعة ونص لساعتين اكل معنا اكتر من 3 ساعات ونص. فكانت السفرة كتير متعبة. يلا بس الحمد لله المهم وصلنا، وفي دا شوفت الحبايب بيكون كل شي سهل. وهاي وصلنا الحمد لله على المحطة، ونزلنا نزلنا الشناتي. يلا بس كتير زحمة. يلا امشي الحقهم ماما، من هون الحقهم. فتنا قعدنا جوا عم نستنى سهري منشان نتقسم بين سيارة سهري وبين انه نطلب تاكسي. منيح في قاعدة هون والله استراحة منشان انه هيك تعبنا. اخذ معنا الطريق اكتر من ساعتين ونص، يعني تقريبا 3 ساعات. سلم ايديها اختي مرام. اجينا لقينا لها والله عم تجهز لنا هالغدا، وعملت لنا كبسة عالية مشهورة كتير بكبستها. بدك تعملي هلا الدقوس صح؟ اي. وهي السلطة. هي فليفلة وبصل، وراح تحط ثوم وبندورة. انا راح افصل لها الكاجو. احلى شيء انه عندها هذا المجلى يلي منشوفه عند اليابانيين. عندك هاي بس ما تمدي ايدك من هون عشان ما تطلع. من هون. ايه هاي. ايه عندك هاي والله بتعملي لهيك. وبتعملي لهيك حلو. وعندك يا ستي هي تبعت الكاسات هون. ايوه تبعت الكاسات. وعندك هاي، وفيك تحطي هون برامة، وفيك كمان إلها مع مصفايتها ومع كل شيء، يعني مع كل غراضة. عجبني، بس ايش الفرق بيناتهم يعني؟ يعني هلا لما لحظة شوي خليكي معي. لا نزلي عن ايديكي من مشغل الكاميرا. ايه يعني مثال فيك تحطي حوضين وتستخدمي تستخدمي من هون تفرمي تغسلي مثلا هون تغسلي الخضرة. وهون إذا حبيتي تنقعي شيء كمان تستخدمي. نفس المجال. كثير عملي. كثير عملي. مي سخنة. هون في عندك هون المضخة تبعت السائل. أحلى شيء تبعت الكاسة. هاي تبعت الكاسات، هاي أحلى شيء، بس كثير قوية يعني اللي عجبت الموضوع. يلا تمام بالهنا ان شاء الله. وهي هاي حنفية فلتر مي للشرب وبس. يعني فلترة عملي. تمام. يلا اختي كملي لنا الطبخة. تمام. يا سلام. سلم ايديكي. الله يسلمك. السلامة. تفضلي. وهذا الدقوس صح؟ نداء خاص لأخواتنا السعوديات. هلأ أختي طبخت الكبسة كتير طيبة، وعم تعمل الدقوس كتير طيب، بس على اليوتيوب لما بكتب طريقة طبخ الكبسة السعودية، يعني في 1000 طريقة. بدي صبايا من السعودية حصرا يكتبولي الطريقة المضبوطة للكبسة، لأنه عن جد لحديت الآن مشتهية آكل الكبسة السعودية وما عم تزبط معي، أو حتى مع كل الناس اللي بيطبخوها. بتطلع كتير طيبة، بس يعني أكيد غير هاي الطريقة. طريقة الدقوس مثل ما شفتوها كمان بدي الطريقة المضبوطة.
إذا في حدا من السعوديات عم يتابعني يا ريت يرد علي. رح راقب التعليقات، وأول ما أشوف طريقة الكبسة وصلتني من إخواتنا السعودية انتظروني، رح أعمل وعد ولكن ببيتي ببلجيكا لما أرجع إن شاء الله. ولما توصلني الطريقة وأطبخ الكبسة إذا كانت طيبة وعجبتني هيك مثل ماني متخيلتها وكذا إنه طبخة سعودية، فأنا رح أطالع تعليق الصبية يلي كتبت لي الطريقة بالفيديو الجاي إن شاء الله. وهلأ رح نرجع للفيديو يلي أنا ببيت أختي. هون طبعا أنا صورت لكم كذا طبخة، فهي كانت على كذا يوم ورا بعضهم، وعملت جولة بمدينة غلاسكو، بس ما نزلته بهذا الفيديو، تركته للفيديوهات الجاي من شان ما يطول كتير الفيديو. عادي شو عايزه. لا ما فرطوا. يلا ماما اطلع. لا مو هون. وهلا نزلنا شوي الأولاد يلعبوا يغيروا جو هيك بالجنينة يلي قريبة من البنايات، ما بعدنا كتير لأنه فيه هوا كتير قوي. ما شاء الله هدوليك البنايات طابق 17. نحن هون بالنص. شو؟ لوك شو هاي؟ ابني ما قدر يطلع من هنيك، لقاها عالية، عم لقى اختصار للطريق صار يطلع من هون. يلا وسيم يلا يلا لا تقلب، انتبه معلش. يلا اطلع 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 وسيم، ضللك شوي. برافو وسيم، برافو. هذا يلي بيشاركنا كل يوم صباحنا، حاططيله حفوضة؟ عم بتطعميه؟ اه فيديو بسي. خلاص مسكت الاسوارة ما شاء الله. ايه ماما تعال نلعب انا وانت اكس او. ايش بدك انت، الاكس ولا الاو؟ او الاو. يلا بلش. اكس. والله شطور. ايوه خسرت. لا والله. يلا تعال نرجع نعيدها. برافو عليك. إيه خلينا نجرب مع أمير. أمير بدك إكس ولا أو؟ انا بدي إكس؟ يلا بلش أنت. هاي إكس. أو. هيك. طيب. إيه. لحظة لحظة. أول مرة ابني بيوقف عليه الببغاء. هاد شو اسمه؟ لوسي ببغاء. ليطير ليطير. مس مد ايدك عشان ما تقرصك. مد ايدك. حجربي لي انا. شيلي شيلي. خفت. تعالوا نكمل الاكس او. تعالوا يلا. انا حطيت هي هون. تا 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 تا. ما تقربي تم علي، حطيها على اجريها. بطلع. يلا تعي تعي تعي. وقفي وقفي اخبي لي الكم، بخاف تعضني. لا ورا.
لوسي لوسي لوسي. هي أول مرة بحياتي بيوقف طير على إيدي، صح ميتة رعبة، بس إنه الحمد لله حسيت حالي خشبت مرام، مخشبة. لك عادي. خلص شيليها. لا خليك شيليها. تعال. هلا طالعين على البيت مشان اغسله وبعدين نشوف شو بدنا نعمل. بدك حمام؟ تعال من هون وسيم. تعال ثانك يو. تعال هات ايدك هاي ما بعرف ايش. أعطيني بطاطا. أعطيني بطاطا. هون كانت الليلة ما قبل الأخيرة، يعني تغدينا ونمنا عند أختي لتاني يوم. طبعا بعد الغدا مشينا، فما قدرت أصور آخر يوم لأنه بتعرف بيكون الواحد مشغول بين إني تجهيزات وبده يرجع يروح لمدينة تانية، فالتهيت بضبل غراض. ويسلم إيديكي يا أختي، كان قعدة هيك كتير انبسطنا عندك وكتير روقنا والله. ولهون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكن كل جديد، وضل أنا أتشجع نزلكن يومياتي وروتيناتي. وبتمنى من إخواتنا السعوديات ما ينسوا يلبوا ندائي، لأنه حابة بالفيديو الجاي صور طريقة الطبخة السعودية على طريقتكم. وهلأ رح أقلكن سلام.